الرحيم. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ بصوا، انا هعمل لكم النهارده بس يعني عايش معاكم الغدا بتاعي النهارده. يعني بنعمل غدا ايه؟ يعني مش بنعمل وصفات صعبه، بس هنوريكم بنعمل الغدا النهارده. تمام. هنا طبعا لان عندي انا هعمل فراخ صينيه، بطاطس وفراخ مسلوقه ورز بالشعريه ودمتم. يعني اكله جميله وكل بيت بيعرف يعملها، بس انا ليا طريقه في صينيه البطاطس حلوه قوي، طلعها حلوة جدا. يعني انا مبدئيا لان عندي ابني ما بياكلش الفراخ، فانا بتحايل على القانون وبعمل له فراخ الاول صينية. يعني هو ممكن يرضى بيها صينية، انا طبعا معلش عشان ما عنديش صينية تاخد قطعة واحدة، فانا هعملها له في المقلاية دي عشان من غير ايد وبتخش الفرن عادي. قبل ما نبتدي حبايبي بقى، يلا الاشتراك في القناة واللايك. اكيد الفيديو عجبكم، ده غدا ساهل يعني. يلا هانت اهي، فاضل لي حاجات بسيطه قوي بقى واحقق الشروط. فشدوا حيلكم معانا بقى، عايزين نكمل الألف مشترك عقبال المليون. يلا. بس هنا بصوا، بصلايه، طماطمايه، إيه، كام فص توم، بس مش هنعمل اكتر من كده. نحاول بس نقطع الحاجه صغيره. هنا قطعت اهو طماطمايه، قطعت بصلايه صغيره، قطعت 3 فصوص توم. حته السمنه دي اختياري، لو حد بيعمل دايت يعني بلاش. هي كده كده الفراخ بتنزل دهون لوحدها، بلس ان انا هسقيها من الشوربه بتاعت الفراخ اللي انا هسلقها. تمام. معانا برضو نتعامل معاها عادي كاننا يا جماعه بنسلق فراخ عادي. ياي طلع كتير، بس ما علينا، هنحطه فين عادي. انا كده كده هسلق فراخ في الحله دي، فاحطه فيها. اوكي. معانا شويه الملح يا جماعه. والله النهارده المفروض الواحد يتغدى ميه ساقعه، مش يقف يعمل اكل في المطبخ. طبعا انا طفيت المروحه اللي في المطبخ، ده فلفل اسمر لان صوتها طالع معانا، فعشان كده طفيتها. بس بجد وحياة ربنا الجو صعب، يعني عايز ان انتي ايه. ده حبان، واحده وقعت، هنزل اجيبها ما تقلقوش، الحبان غالي. معانا كده حبان، يبقى احنا حطينا بصلايه، حته سمنه، حبان، بقى جوز الطيب. بحب انا جوز الطيب قوي. تمام خلاص، هنحط عليها ميه، نغطيها بس بميه عشان تستوي كويس. قولوا معايا. كل الحاجات دي طبعا انا هسيبها جنبي لاني لسه هسلق فراخ. اوكي، انا هولع. تمام، هغطيها بالميه. طبعا البصل والطماطم هتنزل ميه علشان تستوي كويس. طبعا هغطيها بفويل، واول ما تستوي انا هدخلها له الفرن، ويا رب ياكلها لان في النهايه برضو بيسيبها لي. تمام. دلوقتي هنعمل صينيه البطاطس اللي هي طريقه مختلفه شويه، مش بحطها ني في ني. بصوا يا جماعه، انا هنا طحنت الطماطم. تمام. كان في واحده بتسال، هي اللي انا هولع عليها طبعا. ماشي، تاخد غلوتين بس كده. كان في واحده بتسال، هي تقطيعه البصل بتفرق في الاكل؟ في يعني في كل طبخه يعني مختلفه. يا جماعه بتاع، يعني هنا مثلا صينيه البطاطس بتحب السلايز الرفيعه دي، رقيقه، مش بنقطعها زي كاننا بنقطع تقليه او الكلام ده، او بنقلي الطبيخ. لا، صينيه البطاطس فعلا تقطيعه البصل بتفرق جامد. دي بتطلع صينيه البطاطس في حته تانية. دي حاجه يعني من الحاجات اللي ايه. طبعا نيجي للاخرانيه دي، الجو صعب جدا يا جماعه، بجد والله صعب جدا. يعني فكره ان انت واقفه قدام البوتاجاز دي بصراحه، يعني ربنا يقوي كل ست بيت على اللي هي فيه. تمام. اهي ادي التقطيعه.
بس احنا بنيجي للاخرانيه دي طبعا عشان مش هنعرف نقطعها، لان انا مش بعرف اتعامل مع بلانشه خالص يا جماعه، بتقطع ايديا. خلاص اهي. طبعا هنزود ميه لان انا لسه ما حطيتش الفرخ، فكده هحتاج ميه نفس اللي هي كنا بنعمل فيها دي، اللي طحنا فيها. هننزل الميه دي، هنسيبها تغلي بقى كده يا جماعه. طبعا حته سمنه صغيره لان الشوربه بتبقى دسمه. لازم دي تاخد غلوتين ليه؟ اولا هقول لكم حاجه بس، صينيه البطاطس مش بتحب، من الاكلات اللي مش بتحب طماطم كتير، فدول 4 طماطمات بس، لاني هعمل 2 كيلو بطاطس، دول 4 طماطميات بس، طماطمات زي ما بتنطقوها. بس مش هنحط اكتر من كده حته سمنه، لان زي ما قلت لكم ممكن الشوربه تطلع دسمه، فمش هحتاج سمنه. حابه تحطي مكعب مرقه حطي، بس انا مبطله بقالي كتير بصراحه. احنا هنا هنحط بقى الملح، وناخد بالنا ان الشوربه بتبقى فيها ملح برضو. خلاص هنحط الفلفل الاسمر ونسيبها تغلي كده شويه. اعمليها بالطريقه دي، وما تسويهاش على النار فوق، دخليها الفرن بعد ما تحطي البطاطس على طول طبعا، وبعد ما تزودي الشوربه. تمام يا جماعه، بتروح في حته تانية خالص. صينيه البطاطس من الحاجات اللي مش بتحب تبقى نيف نيه اهو، لازم دي تاخد غلوتين كده بس لحد ما تدينا لون غامق. بصوا يا جماعه، هو بالنسبه لي كده حلو قوي. بصوا هي خدت لون، وكده كده مش مهم تنقص، يعني كده كده احنا هنزود شوربه. عايزه اقول لكم بس على حاجه، اولا لازم تجيبي بطاطس طبيخ، يعني تقولي عايزه بطاطس طبيخ. تاني حاجه الحجم يا جماعه، انا كل مره اقول للخضري عايزه الحجم الصغير ده، عشان دي بتبقى حلوه لما بتقطعيها سلايس كده. لا هو بيصمم يبعت لي كده، فما علينا. المهم بس ليه بقول لك بتاع الطبيخ، ان انا قبل كده عملتها. بصوا التقطيعه كمان، لان انا هدخلها في الفرن على طول، ما تزوديش عن السمك كده لان احنا مش هنسويها على النار. قبل كده جبت بطاطس، والله يا جماعه بعملها صينيه، لقيتها بقت قرص واحد، يعني كلها فرشت على بعضها كانك عملتي بطاطس بيوري. بصوا دي بقى مش بحبها قوي، لانها بتعمل بتبقى كبيره قوي، يعني السلايز بتاعتها بتبقى كبيره. بس كده احنا هنحطها كده، ولما الفراخ تستوي هنزود شوربه وندخلها الفرن، احنا مش هنسويها على النار. اوكي كده. لا انا هكتفي كده بكيلو ونص كفايه، لاني حاسه ان هو باعت لي البطاطس مخلطه يا جماعه، فيها اصفر اللي هي بتاعه الطبيخ، وفيها اللي هي البيضه اللي تلاقي السكينه بتمشي فيها بسهوله دي، تعرفي ان هي تحمير. تمام، فانا كده هكتفي. بس انا كده طفيت عليها. بصوا لونها لما بتستوي هتبقى خطيره. بصوا لون الصلصه يا جماعه، وما تحاوليش تكتري صلصه لانها بتدي طعم مش لطيف. خلاص خدنا وقت كتير كده في موضوع صينيه البطاطس. هنحط الفرخه على النار تستوي وتعمل شوربه، اخد الشوربه احطها هنا وادخلها الفرن، بس اوريدي تبقي مولعه الفرن بقاله ربع ساعه ولا حاجه. اوكي خلاص كده حلوين. ادي صينيه البطاطس، اطفي لكم بس الشفاط عشان الصوت. معانا هنا الشوربه. خلاص هي الفرخه عملت شوربه، هنزود كده. انا اوريدي مولعه الفرن بقاله ربع ساعه ويمكن اكتر. الجو نار يا جماعه، مش مستحمل فرن خالص. بس انا عماله اوقع على البوتاجاز. انا حطيت حته سمنه على فكره، لان الفرخه طلعت مش سمينه قوي، فحطيت حته فرخه. احنا هنغطيها بالشوربه. تمام. في حاجه بقى اساسيه انا نسيتها، اللي هي 3 فصوص ثوم او 4 حسب الكميه بتاعتك. انا زي ما قلت لكم عملت كيلو ونص، كنت هعمل 2 كيلو بس لقيتها كتير اهي. تمام. الثوم ده ما ينفعش يتنسى. خلاص هنغطي
هوريها لكم بقى ان شاء الله بعد ما تطلع من الفرن. اوكي، هي بس انا هغطيها بالشوربه. يا جماعه لو عملتيها بالطريقه دي بجد اوعدك هتاكلي احلى صينيه بطاطس. حابه الوش يتحمر قوي حطي رشه زيت على الوش، انا اكتفيت بالسمنه. تمام. حابه يبقى فيها صوص زودي الشوربه قوي، حباها تبقى ما فيهاش صوص لما لحد ما تستوي. خلاص حلو كده، معيار الشوربه اللي انا حطيته ده كويس قوي كده. دلوقتي بقى هنعمل رز بشعريه، دول معانا شويه زيت حلوين. انا بعمل رز بزيت. دي معانا حوالي كوبايه شعريه مش اكتر، احط عليها كوبايتين رز. عايزه اقول لك تعمليها بس ثواني كده. معلومه صغيره، قبل ما تحمري الشعريه يكون الرز مغسول ومتصفي. انت عارفه الشعريه ما بتاخدش اي حاجه، بتلون بسرعه، ليها درجه لون معينه عشان ما تطفيش عليها او تحطش عليها الرز وهي بيضه فتعجن في الرز ومش هتديكي لون حلو. لها درجه تحمير كده حلوه توصل للتحمير ده. انا اوريدي غاسله الرز اهو يا جماعه، الرز جاهز اهو علشان ما اضطرش اعطل نفسي. واو، شايفين يا جماعه هي الدرجه دي يعني بالنسبه لي كويسه جدا. انا طبعا غاسله الرز تمام اهو. نقلب برضو بسرعه لان هي ممكن تحمر وهي تحت كده. تمام. تمام. انا هعمل ايه بقى النهارده؟ مش يا جماعه غدانا النهارده اهو بالهنا والشفا، بس الفراخ لسه في الفرن بتتحمر فما عرفتش اطلعها لان الناس جعانه. دي صينيه البطاطس اهي، حابه تزودي عليها شويه شوربه براحتك يعني لو عايزاها ليكويد شويه. ودي اهي الفرخه. احنا ما بنسرفس يا جماعه، احنا بنطلع كده الاكل الشرقي بنطلعه في الصواني زي ما هو كده. يلا يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب ان شاء الله بقى نشترك في القناه. شكرا وباي باي.